دايما بحب أظهر النماذج المشرفة، ويسعدني ويشرفني إن أنا أقدم طبعا نموذج مشرف من أبناء الصعيد، وهو الشاعر راضي علي الطهطاوي المعروف طبعا في سوهاج بشعره وبالقصائد الجميلة. أسعدني وجودك يا أستاذ راضي. أهلا وسهلا يا أستاذة أميرة، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، وأهلا وسهلا بجمهور حضرتك العظيم. أهلا بحضرتك. طبعا أول قصيدة أنا ألقيتها طبعا كانت ونالت إعجاب جميع الناس، وهي قصيدة عن الشيخ الشعراوي، طبعا من كلمات الأستاذ راضي علي الطهطاوي. كل الناس كانت حابة تعرف من هو الشاعر راضي علي الطهطاوي ابن الصعيد. أولا أنا أشكر حضرتك يا أستاذة أميرة أنك شرفتيني وألقيتي قصيدة مولانا الشيخ الشعراوي بأداء حضرتك الرائع. الله يكرمك. وده إدى القصيدة زخم عدد كبير من المشاهدات، أنا يعني أكيد ما كنتش هتحصل عليه. شكرا مرة أخرى لحضرتك. الله يكرمك. الشاعر راضي علي الطهطاوي عضو اتحاد كتاب مصر، أعمل معلم أول ألف لغة إنجليزية بمدرسة ساحل طحطة اللغات المتميزة بإدارة طحطة، محاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة. ليا حوالي 29 ديوان، وفي ديوان اسمه جبر الخواطر، ده يعني حاليا في البريد هيوصل إن شاء الله. ما شاء الله. أكتب الفصحى والعامي والغنائي وفن الواو، وليا جزء كبير من القصائد في الحلمنتيشي، الشعر الحلمنتيشي. الديوان مسميه الألمنتيشي، والبعض يتساءل ما هو حلمنتيشي، انت خليته ليه الألمنتيشي؟ انا الكلمه راقت لي، لاني الألمنتيشي جايه من الألم، وموضوع يعني يبقى نتكلم عنه اذا الوقت سمح. لي عدد كبير من الاغاني في التلفزيون المصري، جميع مبادرات الدوله او معظم يعني مبادرات الدوله انا متحوله معي الى اغاني. معايا صديقي لي اسمه الاستاذ اشرف يوسف من الزجازيج، عاملين مع بعض حوالي يمكن 24 اغنيه بتتكلم عن لا للمخدرات، لا للارهاب، لا للتحرش، لا للاشاعات، موضوع الطلاق ده اتكلمنا عنه. موضوع المخدرات عملنا له اكثر من عمل، عملنا اغنيتين لحياه كريمه. معي عدد كبير من اصدقائي المطربين والملحنين، دائما بنعمل كل ما يخدم الوطن، وده واجب علي كشاعر. وفي المقام الأول الكلمة أمانة، ودوري أن أنا أوصل كلمة تسعد الإنسان وتكون بناءة على المستوى الإنساني وعلى مستوى الوطن. لو هنتعمق شوية في حياة الشاعر ابن الصعيد راضي علي الطهطاوي، عايزين نتعمق كده شوية ونشوف بدايتك إزاي اكتشفت موهبة الشعر وكتابة القصائد في مسيرة حياتك. في المرحلة الابتدائية كتبت كلمات. وجدت ان الساده الاساتذه بعض منهم كرمني، اداني قلم واداني مسطره. الله. وقال المدير بتاع مدرستنا، كان المدير في اداره طحطة التعليميه اسمه الاستاذ علي عسكر، ربنا يديله الصحه. الكلام ده كان في الثمانينات. قالوا له ده كاتب الكلمات دي، فالمدير يعني قال لي قول، تعرف تقول غيرهم، حب يتاكد ان انا كاتبهم او لا. كانت في نقطه الانطلاق في المرحله الابتدائيه، يعني في حدود 10 سنين 12 سنه. في المرحلة الإعدادية بدأت أكتب بشكل أكثر وضوح. في لحد ثالثة إعدادي كان لي عدد من القصائد اللي في حدود إمكانياتي كطفل في المرحلة الإعدادية. لكن في أولى ثانوي بدأت أكتب باللغة العربية الفصحى، لأن إحنا بدأنا ندرس الأدب في العصر الجاهلي، وفي بداية يعني الأدب بدأت أكتب باللغة العربية الفصحى تأثرا بما درست. مدرسين اللغة العربية بدأوا معايا، راجعوا قصايد معايا، شجعوني، دعموني. بدأت أقول في المدرسة، ويعني أتواجد وسط زملائي وفي المناسبات اللي بتعقدها المدرسة، وأقول الشعر وأدخره ويعني أحطه في أماكن أمينة، لكن ما كنتش أعرف أعمل